Obviously, بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم سيرة من نور. ما زلنا في كتاب الإيمان، باب من كره أن يعود في الكفر. ما زلنا نتحدث عن الإيمان وشعبه وأقسامه، ونحن الآن في حديث رقم 21 من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسنده: قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. هذا الحديث مشاهدي الأكارم أخرجه الإمام البخاري في مواضع عدة في كتابه صحيح البخاري، وموجود أمامكم على الشاشة. والآن ننتقل إلى قراءة المتابعات والشواهد لهذا الحديث، ثم بعد ذلك إلى ترجمة الرواه، ثم نتحدث عن بعض من فقه هذا الحديث وشرحه. كذلك الإمام البخاري أخرج هذا الحديث برقم 16 عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، بنفس لفظ هذا الباب الذي نحن معه. كذلك الإمام البخاري أيضا أعاد تخريج هذا الحديث برقم 6041 في كتاب الأدب، باب الحب في الله، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله، حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذا لفظ آخر للإمام البخاري في كتاب الأدب كما أخبرناكم. كذلك الإمام البخاري أعاد تخريج هذا الحديث في كتاب الإكراه، باب من اختار الضرب والقتل والهوان عن الكفر، وذكره بسنده عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر
كما يكره أن يقذف في النار، بنفس لفظ حديث الباب. وأخرج أيضا الإمام مسلم هذا الحديث في صحيحه، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن يحيى بن أبي عمر ومحمد بن بشار جميعا عن الثقفي قال ابن أبي عامر أو ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. هذا لفظ الإمام مسلم أيضا مقارب للفظ الإمام البخاري. كذلك أعاد تخريجه أيضا الإمام مسلم رحمه الله بسنده من حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان: من كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه. وهذا لفظ مغاير لللفظ الذي ذكره الإمام مسلم في الرواية السابقة. كذلك أخرج هذا الحديث بسنده الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن طعم الإيمان. وفي الروايات الأخرى حلاوة الإيمان، هنا طعم الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وقال: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه رواية الإمام الترمذي. وكذلك أخرج هذا الحديث الإمام النسائي بسنده قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا جرير عن منصور عن طلق بن حبيب عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان وطعمه. وهنا رأيتم كيف ذكر الحلاوة وذكر الطعم أيضا: أن يكون الله عز وجل ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب في الله، وأن يبغض في الله، وأن توقد نار عظيمة فيقع فيها أحب إليه من أن يشرك بالله شيئا. هذه رواية الإمام النسائي أكثر وضوحا من الروايات السابقة، فرحم الله الجميع. كذلك أعاد تخريجه أيضا الإمام النسائي رحمه الله في كتاب الإيمان وشرائعه حلاوة الإيمان قال: أخبرنا سويد بن النضير أو أخبرنا سويد بن النضير قال: حدثنا عبد الله عن شعبة عن قتادة قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من أحب المرء لا يحبه إلا لله عز وجل، ومن كان الله عز وجل ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه. نعم، وسبق مثل هذا اللفظ في الروايات السابقة. وكذلك أخرج هذا الحديث الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى في كتاب الفتن باب الصبر على البلاء. قال: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان. وقال بندار: حلاوة الإيمان: ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله،
ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. هذه رواية الإمام ابن ماجة رحمه الله تعالى. كذلك أخرج هذا الحديث الإمام أحمد بطرق كثيرة، نأخذ بعضا منها. في مسند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه برقم 12,002. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يوقد له نار فيقذف فيها. هذه إحدى روايات الإمام أحمد رحمه الله تعالى. كذلك أخرج هذا الحديث الإمام أحمد أيضا في مسند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه برقم 12,765. قال: سمعت بسنده أيضا وذكره عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 من كنا فيه وجد طعم الإيمان: من كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان أن يلقي في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. تقريبا هذه هي رواية الإمام النسائي. أيضا أعاد تخريجها الإمام أحمد رحمه الله تعالى. أعاد هذا الحديث 13,151 الإمام أحمد في مسند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. تعرفون طبعا المسند هو يذكر بأسانيد الصحابة رضوان الله عليهم، كل صحابي على حدة، فيذكر جميع أحاديث هذا الصحابي في سرد واحد. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وحتى يقذف في النار أحب إليه من أن يعود في الكفر بعد إذ نجاه الله منه، ولا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا الحديث أيضا برواية الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده. كذلك أعاد الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذا الحديث برقم 13,407 بسنده يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الحديث. ونحن نكرر هذا الحديث لنستفيد ما في الجانب السند أو حتى في جانب اللفظ. كذلك أعاد إخراجه أيضا الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال: حدثنا عفان قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 3 من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، والرجل يحب الرجل لا يحبه إلا لله، والرجل أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع يهوديا أو نصرانيا. فهمتم إخواني؟ هذه الألفاظ تعيننا على شرح الحديث. انتهينا من المتابعات، الآن ننتقل إلى الشواهد. هل هناك شواهد لهذا الحديث من روايات صحابة آخرين أم لا؟ أخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسنده في مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا محمد يعني ابن جعفر وهاشم قال حدثنا شعبة قال هاشم أخبرني يحيى ابن أبي سليم سمعت عمرو بن ميمون، وقال محمد عن أبي بلج هكذا بالسكون عن عمرو بن ميمون عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب، وقال هاشم من سره أن يجد طعم الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله عز وجل. هذا شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أخرجه الإمام أحمد في مسنده. شاهد. الشاهد الآخر أيضا ذكره الإمام أحمد رحمه الله برقم 10738، يحدث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يجد طعم الإيمان فليحب العبد لا يحبه إلا لله عز وجل. كما أخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى شاهدا آخر من رواية أبي رزين العقيلي برقم 16194. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله يعني بن المبارك قال أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سليمان عن موسى عن أبي رزين العقيلي رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، كيف يحيي الله الموتى؟ قال: أما مررت بأرض من أرضك مجدبة ثم مررت بها مخصبة؟ قال: نعم. قال: كذلك النشور. قال: يا رسول الله، وما الإيمان؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، وأن تحرق في النار أحب إليك من أن تشرك بالله، وأن تحب غير ذي نسب لا تحبه إلا لله عز وجل، فإذا كنت كذلك فقد دخل حب الإيمان في قلبك كما دخل حب الماء للظمآن في اليوم القائض. قلت: يا رسول الله، كيف لي بأن أعلم أني مؤمن؟ قال: ما من أمتي أو هذه الأمة عبد يعمل فيعلم أنها حسنة وأن الله عز وجل جازيه بها خيرا، ولا يعمل سيئة فيعلم أنها سيئة ويستغفر الله عز وجل منها، ويعلم أنه لا يغفر إلا هو إلا وهو مؤمن. يا سلام، هذا حديث عظيم، وإن كان سنده هذا ضعيف كما قال الشيخ شعيب الأرناؤوط رحمه الله تعالى، قال: إسناده ضعيف لانقطاعه. ولكن هذا اللفظ الموجود، وسأعيد قراءته مرة أخرى، هو لفظ تشهد له نصوص أخرى، ولكن مجيئه بهذا الترتيب يرفع الإيمان ويذهب الشك. أخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسنده عن أبي رزين أو رزين العقيلي رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، كيف يحيي الله الموتى؟ قال: أما مررت بأرض من أرضك مجدبة ثم مررت بها مخصبة؟ قال: نعم. قال: كذلك النشور. يا سلام. قال: يا رسول الله، وما الإيمان؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، وأن تحرق في النار أحب إليك من أن تشرك بالله. شوف، وأن تحرق في النار أحب إليك من أن تشرك بالله، وأن تحب غير ذي نسب لا تحبه إلا لله عز وجل، فإذا كنت كذلك فقد دخل حب الإيمان في قلبك كما دخل حب الماء للظمآن في اليوم القائض. قلت: يا رسول الله، كيف لي بأن أعلم أني مؤمن؟ قال: ما من أمتي أو هذه الأمة عبد يعمل فيعلم أنها حسنة وأن الله عز وجل جازيه بها خيرا، ولا يعمل سيئة فيعلم أنها سيئة ويستغفر الله عز وجل منها، ويعلم أنه لا يغفر إلا هو إلا وهو مؤمن. هذا حديث عظيم ينبغي للمؤمن أن يقرأه
مرات وكرات لما فيه من وضوح ولما فيه من شرح لما نريد أن نقوم به. إذن مشاهدي الأكارم، نحن حاليا في كتاب الإيمان، ونحن نشرح حديث رقم 21: 3 من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. انتهينا من المتابعات وانتهينا أيضا من الشواهد، والآن ندخل في رجال هذا الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان. من هو سليمان؟ هو سليمان بن حرب ابن بجيل الأزدي الواشحي أبو أيوب الأنصاري القاضي، سكن مكة وكان قاضيا بها. توفي هذا الشيخ في سنة 234 وقيل 33. حكم عليه ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: ثقة إمام حافظ. قال: ثقة إمام حافظ. وبعده يأتي شعبة بن الحجاج. الاسم هو شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي أبو بسطام الواسطي البصري، مولى عبدة بن الأغر، مولى يزيد بن المهلب بن أبي صفرة. النسب العتكي الأزدي، الشهرة شعبة، وهو إمام معروف. الوفاة سنة 160 للهجرة، 160 للهجرة رحمه الله تعالى. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى في هذا العالم: ثقة حافظ متقن. كان الثوري يقول: هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة وكان عابدا. يا سلام! نحن نقرأ يا أخواني حتى نعلم كيف ورد إلينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الرجال الذين نقلوا هذا الحديث وجب علينا أن نترجم لهم وأن نترحم عليهم، حتى في هذه الدروس البسيطة التي يقرأها واحد ضعيف مثلي. إنما نحن نريد أن نرفع ذكرهم وأن ندخل معهم، المرء مع من أحب. فهذا الإمام شعبة رحمه الله تعالى قال عنه الإمام الحافظ: ثقة حافظ متقن. وقال عنه الثوري: هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال. فتش يعني هو الذي بدأ علم الجرح والتعديل، أو كان ممن دخل في علم الجرح والتعديل، وذب عن السنة وكان عابدا. يا سلام! ثم قال لك عن قتادة. من هو قتادة؟ قال لك: قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة بن عمرو بن الحارث بن سدوس، ويقال قتادة بن دعامة بن عكابة بن عزيز بن كريم بن عمرو بن الحارث بن سدوس بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن كعل بن صعب بن علي بن بكر بن وائل السدوسي أبو الخطاب البصري. الشهرة لا يوجد، هو مشهور بقتادة رحمه الله. توفي سنة 117 وقيل 118. قال ابن حجر رحمه الله في التقريب: يحكم على هذا الإمام ثقة ثبت. ثقة ثبت. نعم. والإمام قتادة سمع من أنس بن مالك. من هو أنس؟ قال لك: أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن يزيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار الأنصاري النجاري أبو حمزة المدني نزيل البصرة، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، لقب ذو الأذنين. أمه أم سليم بنت ملحان الأنصارية رضي الله عنها وأرضاها، الأنصاري النجاري المدني البصري، مشهور بأنس. إذا قيل عن أنس فهو المعروف. توفي رضي الله تعالى عنه سنة 90 للهجرة، وقيل 91 وقيل 92 وقيل 93. وهذا الصحابي رضي الله تعالى عنه دعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أطل عمره وكثر ماله وولده وأدخله الجنة. قال: وقد رأيت كلها، يعني طال عمره حتى بلغ عمره قرابة 120 سنة،
وشاف من أبنائه العدد الكثير حدود 100، أنا شاك حدود في العمر أنا شاك، لكن في الأولاد حدود 100، من 100 إلى 120 نفسا رأى أبناءه وأبناء أبنائه من الأحفاد. أنس هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتت به أمه أم سليم رضي الله تعالى عنها إلى رسول الله، فخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. يا ليتني كنت مكانه، يا ليتني كنت مكانه حتى أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنيئا لأنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، نال دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم كثر ماله وولده وأدخله الجنة. فقال: رأيت الأولى والثانية وبقيت الثالثة، فسوف يدخل الجنة ويتحقق وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الرجال لما نتحدث عنهم تطيب المجالس بذكرهم مشاهدي الأكارم. قال: يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم 3 من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. 3 أمور، وهي 3 أمور هي الغالب وليس حصرا. هناك أمور كثيرة أيضا من فعلها الإنسان في طاعة الله عز وجل فإنه يجد الإيمان. الإيمان هذا عند مذهب أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإيمان تعريفه قول وعمل وفعل، يعني اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان. هكذا علمونا مشايخنا في المملكة العربية السعودية، بل وفي كل مكان جلسنا مع أهل السنة والجماعة. هذا هو معتقدهم، أن الإيمان ليس قول فقط، وأن الإيمان ليس اعتقاد فقط، وإنما هو اعتقاد وقول ثم فعل. هكذا يكتمل الإيمان. ولا نريد أن نخوض في المعتقدات أو الفرق الضالة التي وقعت خطأ في تفسير معنى الإيمان، لأن هذا ليس هذا مقامه، هو مقام كتب العقيدة. ولكن نحن هنا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: 3 من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. هذا الإيمان في القلب على درجاته في الأمور ال3 التي ذكرناها، هو أيضا له مقامات وله الدرجات. فبعض الناس إيمانهم عالي جدا، وبعض الناس إيمانهم ضعيف جدا. في كلتا الحالتين سواء كان ضعيفا أو كان عاليا فيه طعم وله حلاوة. لا، هذا الإيمان له حلاوة، أنت تتلذذ به في قلبك، تتلذذ به وتجد له طعما، وتجد له حلاوة، وتجد له أنس، وتجد له انشراح، وتجد له راحة. نعم، هذه الراحة لا تقدر بثمن. لو تذهب أنت إلى المحلات ما تجدها، لو تذهب إلى الصيدليات ما تجدها، لو تذهب إلى الدكاكين ما تجدها. تجدها في العمل الصالح. من أبرزها 3 أمور: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله أحب إليك من كل شيء، أن يكون رسول الله أحب إليك من كل شيء. في هذه الحالة أنت إذن يعني في طريق أن تجد حلاوة الإيمان. وهذه الأمور ال3 لا يشترط أن تكون هي مجتمعة، أن تكون مجتمعة. فبعض الناس فعلا هو يحب الله ورسوله ويقدم محب الله ورسوله، ولكنه قد لا يوفق في أن يحب العبد لا يحبه إلا لله. وأما الثالثة فلا بد أن تكون موجودة، أن يكره أن يعود في الكفر، لأن من دخل في الإيمان وفي الإسلام 99.9 لا يعود إلى الكفر أبدا، إذا كان داخل بعلم وتقوى وصدق دون هوى فإنه في الغالب لا يعود. والذين ارتدوا في الإسلام عددهم قليل، وغالبا من يكون قد ارتد في الإسلام بسبب ضعف الإيمان وعدم دخول الإيمان في قلبه أصلا. ربما يكون دخل خوفا من السيف،
ربما يكون دخل طمعا في المال، لكن عبد يدخل في الإسلام مقتنعا بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يعود في الكفر أبدا، مستحيل. نعم. واقرأوا التاريخ، واقرأوا تراجم الذين كانوا في الكفر ثم عذبوا، هل عادوا إليه أو لا؟ فالنقطة الأولى: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذا يا إخواني يظهر عندما يتعارض عندك حب الله ورسوله وحب النفس والهوى. فأنت حينما تقدم حب الله ورسوله عندك على حب الدنيا تعلم أن الله ورسوله أحب إليك مما سواهما. هذا كلام عام نظري. في التطبيق كأن تكون أنت مثلا مسؤول وأمامك قضية وصفقة، فيقولون لك إن مررت هذه الصفقة فسوف يأتيك مثلا 20 مليون دولار، وهي صفقة يعني محرمة ممنوعة، والله عز وجل حرم عليك أن تنفذ هذه الصفقة، وهناك نصوص واضحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تنفيذ هذه الصفقة. فأنت أيضا أمام اختبار وابتلاء. 20 مليون دولار كثيرة، يعني حتغطي لك مشاكل. فهنا الآن هذا الميزان، يعني أنت تكون قاضي مثلا، فإن وقعت تمشي المعاملة والدولة تثق بك ستمرر المعاملة، ولكن لا تمر عند الله سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية. في هذه اللحظة أيها القاضي، إذا كان الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، فلا يمكن أن تقدم إذن محابك النفسية من أجل أن تستفيد على حب الله ورسوله أبدا أبدا. لذلك هذه الأمور الدنيوية لا يلتفت إليها صاحب إيمان عال، فإنه يرفضها تماما، لأن ما عند الله عز وجل عنده والله خير وأبقى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقس في هذا في أمثلة كثيرة أن يعني تعرض عليك في جانب مثلا النساء، في جانب مثلا العلاقات إلى آخره. فكل ما قدمت محب الله ورسوله فأنت مؤمن، وتجد بعد أن تخرج من هذه الفتنة حلاوة في قلبك. إن خرجت منها سليما تجد حلاوة وطعم عالي جدا. كذلك أن تحب المرء لا تحبه إلا لله، وهذا الحب في الله والبغض في الله كما جاء معنا في روايات وألفاظ مختلفة، أنك تحب الشخص لا لمصلحة دنيوية ولا لمصلحة نسب. ولذلك في رواية أبي رزين غير ذي نسب، قال النبي صلى الله عليه وسلم غير ذي نسب. لأن قد تحب أنت رجل صاحب نسب، أخوك، أختك، ابن عمك، ابن خالك، صاحب نسب، لكن لا هنا لا تعرفه ولا يعرفك، أنت تحبه لله عز وجل. ما معنى أن تحبه لله؟ لأنه مصلي، لأنه مزكي، لأنه طائع لله. كلما ذهبت إلى المسجد تراه تقول يا أخي الرجل هذا طائع ما شاء الله. وفي الصدقات تجده مثلا في الأوائل، وإذا تحدث يتحدث بالإيمان، وإذا تعامل معك تعامل برقي وأخلاق سامية، فأنت تتأثر، تقول يا أخي أنا أحبك في الله، أحبك في الله. وطبعا عندنا من السنة النبوية أنك إذا أحببت شخصا تقول له، تخبره بأنك تحبه لله، تقول يا أخي أنا أحبك في الله، أنا أحبك في الله. وهذا يؤكد أواصر الأخوة والمحبة بين المؤمنين. وهو من السنة أن يجيبك فيقول أحبك الله الذي أحببتني من أجله. هذا الشعور وهذه الأخلاق السامية التي تربط أواصر الأخوة والمحبة بين المؤمنين جائزتها في الدنيا أنك تجد طعم الإيمان. إيمان له طعم يا جماعة، وله حلاوة، وهي الراحة التي تجدها في نفسك. لا يمكن أنك هنا أنك تتنازل عن هذه
الراحة وتتنازل عن هذا الطعم وعن هذه الحلاوة العالية. كذلك أيضا من علامات قوة الإيمان أن يكره أن يعود في الكفر، كفر والعياذ بالله طريق إلى جهنم. بعض الروايات قال أن تعود إلى أن ترمى في النار أحب إليك من أن تعود في الكفر. تعرف أن الكفر خسارة كبيرة في الدنيا وفي الآخرة، فإذا وضعوا أمامك زيت مغلي وقالوا لك أكفر بالله، فإنك أن ترمى في ذلك الزيت المغلي، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية، أهون عندك من أن تكفر بالله عز وجل. هذا حقيقة رقي عالي. وأنتم تعلمون قصة بلال ابن رباح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعمار بن ياسر، والصحابة الكرام الذين يعني تلقوا العذاب الشديد من قريش، فما كان يرجعهم عن دينهم أبدا، كانوا أقوياء أشداء. ولما سئل بلال كيف صبرت على هذا الأذى، قال خلطت حلاوة الإيمان بمرارة العذاب فطغى حلاوة الإيمان على مرارة العذاب فصبرت. كلمات سطرها التاريخ تبقى إلى قيام الساعة، يتداولها جيل بعد جيل حتى نعرف إن لهذا الإيمان حلاوة وطعم. ولذلك انظر إلى الغرب الذين يدخلون في الإسلام بصدق ويهديهم الله عز وجل ويذوق طعم الإيمان، لا يمكن أن يرجع عن هذا الدين أبدا. هذا يوسف أسطس وهؤلاء الدعاة لا أحفظ أسماءهم، ما شاء الله هم في استمرار في الدعوة إلى الله عز وجل. بالأمس زارني دكتور من جورجيا، هذا الرجل عجيب، كان نصرانيا أرثوذكسيا، وقص لي قصة إسلامه، وقال لي أن أمه لما كانت حامل به قالت له لقد نذرت لله عز وجل أن رزقني ولدا أن أتركه يخدم الكنيسة. قال فولدت فإذا بي غلام وهو أنا. يقول فوضعتني في الكنيسة وكنت رجلا دينا أحب الكنيسة، ولكني لم أكن مقتنعا بما يقومون به، ولكني كنت أتردد في الكنيسة. وذات يوم وجدت رجلا وكان عمري في ذلك الوقت 16 عاما، لاحظوا يا أخواني، يقول وأنا من أسرة نصرانية قوية جدا، وأبي كان صاحب سلطان في منطقة جورجيا. شرب القهوة معي هذا الرجل أمس، فقلت له ثم ماذا؟ قال فمر بي رجل من أذربيجان مؤمن، وكان مارا يريد أن يذهب للجهاد في الشيشان. قال فرأيته رجلا غريبا وجاء وسألني هل يوجد هنا مسجد في هذه المنطقة وفي جورجيا في ذلك الوقت أنا لا أعرف ما معنى مسجد أصلا. قال فظننته يسأل عن الكنيسة فأخذته إلى الكنيسة، وفي الكنيسة قال لما دخل قال ليس هذا مسجد، هذه كنيسة نصرانية للنصارى، أنا أبحث عن مسجد يشهد أن لا إله إلا الله وتقام فيه الصلاة. فقلت له ما معنى مسجد؟ قال فشرح لي الإسلام وما معنى الشهادة وما معنى كذا. قال فشرح الله صدري وبدأت يعني أميل إلى هذا العلم الجديد والدين الجديد. فقلت له زدني. قال فأصبح يخبرني. قال فقلت له أنت ضيفي اليوم، فأخذته إلى بيتي، وطبعا نحن نصارى والنساء عاريات وليس هناك حجاب والبيوت مختلطة. قال فدخل وكان صائما، فقلت لماذا لا تأكل؟ قال أنا صائم ولا يصح له أن أكل إلا في وقت كذا وكذا، ويعني وقت المغرب. يقول ولم أكن أعرف هذه العبادة الطيبة. قلت ثم ماذا؟ قال فإذا به مطاطع الرأس لا يلتفت لا يمين ولا شمالا، لأن البيت مليء بالنساء وهن غير متحجبات، وكنت أراقبه بهذه الصفة العجيبة. قلت ثم ماذا؟
قال فلما أذن المغرب قال أكل ثم صلى، وقال أخذني بمفرده وقال لي إن الإسلام يا ابني يأمر بكذا وينهى عن كذا وكذا. يقول فيعني ارتحت لهذا الرجل جدا، وقلت له كيف ممكن أن أدخل في دينكم؟ شوف، يقول 16 عاما هو يخدم الكنيسة، والآن بلقاء واحد فقط تأثر هذا الشاب، يريد الله عز وجل له به خيرا. قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فشهد شهادة الحق. قال الآن أنا ليس عندي وقت أن أشرح لك تعاليم الدين، ولكن أنا متجه باتجاه الشيشان، فإن رجعت بعد شهر أخبرتك وعلمتك، فإن لم أعد فسوف أبعث لك من يعلمك دينك. قال فذهب الرجل وانتظرته شهر، شهرين، ثلاثة، ولم يعد. قال بعد 6 أشهر جاء رجل آخر يسأل ويبحث عني، فلما وجدني قال أنت فلان ابن فلان؟ قلت نعم. قال لقد أوصاني فلان فلان أن أعلمك الإسلام. قال وأين هو؟ قال قد استشهد، نسأل الله أن يتقبله شهيدا. قال فحزنت والله حزنا شديدا. قال ثم رجعت إلى هذا الرجل وقلت علمني الإسلام. قال فمكث معي شهرا كاملا ويعلمني تعاليم الإسلام، الصلاة، الزكاة، العقيدة. فدخلت في الإسلام وتلذذت بحلاوة الإيمان، وأصبحت أدعو المقربين. وقال لي اخفي إسلامك فإن قومك سيقتلونك إذا أنت أظهرت إسلام. قال فبدأت أدعو شيئا فشيئا بعض إخواني المقربين إلي، ثم اكتشفوا عائلتي، وكان أبي أرثوذكسيا شديدا، فشد علي حتى فررت منه وانتقلت إلى دولة أخرى وهي أذربيجان. قالوا في أذربيجان حصلت لي يعني كرامات ومعجزات أكرمني الله بها، وأنا ما زلت أبحث عن أكثر، أتعمق في الإسلام. قال حتى تعرف علي بعض مجموعة من المشايخ السعوديين، قالوا أخذوني معهم وبعثوا لي فيزا إلى الجامعة الإسلامية، وتعلمت اللغة العربية في شعبة اللغة العربية، ثم درست في الشريعة وأخذت الماجستير والدكتوراه، وقد أسلم على يدي أكثر من 40,000 نسمة في جورجيا، وها أنا الآن أحضر الدكتوراه في تركيا في جامعة صباح الدين زعيم. قال وكان أبي شديدا نصرانيا، فجاءتني فيزا حج لأحج حج الفريضة، وبقيت أخصص هذا الحج لوالدي، فأقول اللهم اهد والدي. لم يكن عندي شيئا أدعو به طوال الحج في جميع المشاعر في مكة والمدينة ومنى وعرفات ومزدلفة، كلها أردد اللهم اهد أبي إلى الإسلام، اللهم اهد أبي إلى الإسلام. قال فرجعت إلى جورجيا فتفاجأت أن أبي أسلم ووجدته يصلي، فخررت لله ساجدا أبكي على هذه النعمة العظيمة، أن أبي صاحب سلطان، وأبي دخل بسببه العدد الكبير من عائلتي، وكنت بعد ذلك قويت بديني حتى لما أسلم أبي. الله، يعني استمتعت بقصة هذا الرجل، اسمه الدكتور فيصل من جورجيا، ممكن يعني أعرفكم به إذا سنحت الفرصة، أعطيكم رقمه. هكذا طعم الإيمان إذا دخل في القلب لا يرجع الإنسان أبدا إلى الكفر أبدا. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على هذا الدين، وأن يرزقنا الشهادة في سبيله، وأن يوفقنا لكل خير. مشاهدي الأكارم، إلى حديث آخر إن شاء الله في الأسبوع القادم. هذا أخوكم برهان يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على نهج لنا
Ah